الآن نأتي إلى معرفة علم أصول الفقه. موضوع درسنا الحالي معرفة معنى أصول الفقه. ابتداء يعرف علم أصول الفقه باعتبارين: اعتبار الإضافة علم أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين، أصول وفقه، وبآخر اعتبار آخر اعتبار اللقبي، أي علما يدل اسمه على مسماه من الفن الخاص ولازمه نعم. فهذا الاعتبار الأول، يعني الملحظ الأول في معنى علم أصول الفقه أنه له رؤية باعتبارين، وكلا الاعتبارين مهم جدا لكي نفهم ما هو أصول الفقه. حين نقول ما هو أصول الفقه، ما هو الماهية، الحقيقة واللازم، كما في المنطق، الحقيقة واللازم. فمعرفة الحقيقة يترتب عليها ما يلزم بالضرورة، هذه عند العقلاء وأهل التوازن والناس المعتبرين. فحين نقول الأصل نأتي إلى باعتبار المفردتين أصول الفقه. فحين نقول أصول هو جمع أصل، فالأصل مفردة والجمع أصول. فما معنى الأصول أو الأصل؟ هو ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار، القواعد من الجدار. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. القواعد يرفعها، إذن هناك أساس وهناك قواعد أصل تقعد في الأساس، وهناك جدار يتفرع عن الأساس. هذا المفهوم له ضرورة في علم أصول الفقه، سنأتي عليها. فكل ما يتفرع عن الشيء أو ينبثق عنه، يعني انبثاق الماء من العين ويتفرع عنها الأنهر والجداول والسواقي وما إلى ذلك، فهناك أصل وهو العين، ينبثق منها الماء ثم يتفرع إلى الأفرع. الشجرة الجذر أصل، والساق ما يبنى على هذا الأصل، ثم الأغصان والأوراق وما إلى ذلك، هذه فروع. ولذلك قال رب العزة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الأصل هنا ما يبتنى عليه غيره، وعليه تقعد الفروع، تقوم الفروع فتقعد. ولكن الأصول هذه أين تقعد؟ على الأساس. ولذلك نرى أن حين يبنى الدار يحفرون في الأرض، هذه الحفرة لا تسمى أصل، تسمى أساس. ولذلك يقول: يا صاحب الدار عمق الساس، يعني اجعل الأساس عميق حتى يكون ثابت. ماذا يوضع فيه؟ يوضع فيه الخرسانة والحديد والحصى والسمنت، صبة توضع فيه. هذه الصبة ايش تسمى؟ أصل، قواعد. لكن وين وضعت؟ في الساس، في الأساس. ماذا تفرع عنها؟ الجدار. زين، نأتي نطبق هذا على شريعتنا. شريعتنا الكتاب والسنة أصول، الأدلة هي من مباحث الأصول. زين، وين الأساس؟ الأساس الوحي. هاي نقطة نلتفت لها، إذا ما التفتنا إليها يصير عندنا خدش في الفكر، خدش يصير عندنا فكر حين الممارسة والتطبيق.
فيجي واحد يقول لك أنه يستعمل عقله مع الكتاب والسنة، قل له هذا ما من الأساس، لأن الأساس وحي الكتاب والسنة بماذا؟ بلسان عربي مبين. هنا أصل صار عندك، أصل الكتاب، أصل السنة، لسان الكتاب والسنة. فإذا هذا أصل. أين الأساس؟ الوحي. إن هو إلا وحي يوحى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن وضع أساس، بشر مثلكم فيما تقولون وتعملون وكذا إلى آخره. لكن قوله صلى الله عليه وسلم الذي هو الكتاب والسنة القولية وفعله وتقريراته، هذه أصول. لكن هذه الأصول من نفسه أم من وحي؟ من شخصه أم من جبريل يبلغه عن رب العالمين؟ إذن هناك أساس، هناك أصول. أين الفروع؟ الأحكام والأفكار الإسلامية التي تشمل جميع مناحي الحياة. إذن هذه النقطة مهمة جدا أن نفهمها. فنأتي إلى الفروع. قال الفرع في اللغة ما يتشعب من الشيء كفروع الماء التي تتشعب من منابعه، وفروع الشجر أغصانها وما امتد من ساقها إلى الأعالي أو إلى التدني، لأن الشجرة تمد إلى الأعلى وإلى الأدنى ما يحيط بها وتحمي نفسها. فإذا هذا كله له اعتبارات. حتى الشرع يحمي نفسه بفروع، انتبه لها هذه. مثل السنة الرواتب مثلا هذه في الأعمال، أنه يحمي نفسه. عبدي يتقرب إلي، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. فهنا محبة الله عز وجل له وقاية وحماية. بيش؟ بالرواتب. مثال كويس هذا، بارك الله فيك. فالفرع هو امتداد للأصل. الفرع هو امتداد للأصل. كما نضع فوق القاعدة الخرسانية في البناء، ماذا نحط؟ البلوك بشكل مرتب. ربما القاعدة الخرسانية تكون نصبها صب، لكن الجدران كيف راح تكون؟ مرتبة، لا خشنة ولا ناعمة، كل شيء يكمل الآخر، وبناء مرصوص. والفقه إذا عرفنا الأصل والفرع، الآن نجي إلى موضوع الفقه. عرفنا الأساس، الأصل، الفرع. الآن نأتي إلى الفقه، الجزء الثاني من التركيب. ما هو الفقه؟ الفقه في اللغة أو الفقه نجي عليه بشكل عام يقع على 3 معاني في اللغة، في الاصطلاح، في المفهوم. ففي اللغة هو الفهم والفطنة والحذق، الذكاء، كما تقول سيدنا عائشة أم المؤمنين عن أخيها في البخاري: إنه شاب ثقف لقف. فالفقه هنا الثقافة، سرعة التفكير بحذاقة. في اللغة سرعة الفهم بدقة. هذا نقول إنه شاب ثقف لقف حذق، هكذا المعنى في إدراك الشيء. فتقول فقهت الحديث أفقهه، بمعنى فهمت المراد وفطنت عليه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني كانوا شوية مؤدبين، يعني يا شعيب كلامك عميق مع نفهم. ما قالوا له حشانه يعني أنه كلامك هذا افتراء، هذا كذا هذا كذا، لا، قالوا ما نفقه، احترموا. بزماننا هذا ما يحصل هكذا، رأسا يكذبون ويشنعون وما إلى ذلك. يعني الأقوام ذيك كانت على معروف أحسن، نسأل الله العافية أن يهدينا سبيل الرشاد. فمعناها فطنت إلى المقصد أو تعلمت منك المراد. هذا في اللغة. أما في المعنى الاصطلاحي فهو الصنعة والإتقان.
للعلم في إدراك المطلوب الخبري الحكم الشرعي. كيف نصنع الحكم الشرعي؟ تنشأ الشريعة الإسلامية بالوحي، تصدر من الكتاب والسنة، ولكن وين تنشأ ووين تصدر؟ في ذهن المجتهدين، عقول المجتهدين. النشأة، المصدر الوحيد للشرع هو الوحي، الكتاب والسنة. ولكن هذا الكتاب والسنة وين ينشئ الأفكار؟ في ذهني وذهنك وذهن الفقيه والمجتهد. هكذا تنشأ الأفكار، ولكن مصدرها الوحيد من الوحي. فهذه النشأة صنعة، ماذا نسميها؟ فقه بالشكل العام، معنى اصطلاحي العام. فمعناها الفقه، ولكن لإتقان دلائل الشرع. يعني أصبح اصطلاح هذا، يعني ما نسمي فهم الفيزياء أو الكيمياء فقه، مع أنه هو فهم بالدلائل اللغوية، لكن لا نسميه فقها لأنه هذا اصطلاح صار. فلذلك لإتقان دلائله من الشرع، وهو ما يحصل منه تهيؤ، نفس تتهيأ لمعرفة الحكم الشرعي. فحين تكون ملكة الفهم هذه توجد عندي وعندك وعند الآخرين، ماذا يحصل عندنا؟ معناه عندنا تهيؤ نفسي، أنه نحن نحسن التفكير، واثقين من أنفسنا أنه نحسن التفكير، لكن هل نحسن الصواب والخطأ؟ هذا موضوع آخر. أنا أحسن الفهم، لكن هل هذا الفهم صواب ولا خطأ؟ يحتاج تدقيق، يحتاج فحص، يحتاج تحقيق، مراجعة. هذا موضوع آخر. يعني يجب أن ننتبه لهذه الأمور، وهو ما يحصل به التهيؤ النفسي لمعرفة الأحكام بأن تتكون في الذهن ملكة التعلم أو الاستنباط. هي الحقيقة ملكة التعلم ملكة فطرية عند كل إنسان، ولكن لماذا هنا قال تحصل؟ لأنه كل إنسان يفكر، لكن هل هو مدرك أنه يفكر؟ هل هو مدرك أنه ما توصل إليه فكر؟ أحيانا الناس ما يدركون أنه ما توصل إليه تصور ولا وهم ولا معرفة. فهذا كله يحتاج إلى انتباه. فالدارس لعلم أصول الفقه هو متهيأ نفسيا أنه ميز بالتدقيق والفحص والتحقيق والمراجعة والمتابعة، أنه بيّن لنفسه أنه أنا ماشي على السكة، ماشي على الطريق. ولكن هذا متى يكون؟ عندما يحصل قواعد علم أصول الفقه. وهذه القواعد إذا جينا عليها سنجدها كلها تتعلق بعقلي وعقلك. كيف يجري العقل هذا في القضايا الدنيوية، في القضايا الحضارية المدنية الأخروية، في أي قضية من القضايا، كيف يتعامل ذهني وذهنك مع هذا؟ هذا علم التفكير مهم هذا. أو لنشوء الأحكام والأفكار أو لتلقيها، تنشأ في ذهن المجتهد. لكن هل كلنا مجتهدون؟ لا. كيف نتلقاها من المجتهد؟ هذه نشأة أخرى. الأولى في ذهن المجتهد نسميها الاستنباط. الثانية تنشأ في ذهني وذهنك نتلقاها من المجتهد، ماذا تسمى؟ التعلم. فرق استنباط واستخراج. التعلم هو تلقي، هناك فرق. هذا كله بالمعنى الاصطلاحي. المعنى الثالث وهو المهم، أن الفقه هو اعتقاد الفكرة. الفقه هو اعتقاد العلم بقصد الثبات في القول والعمل. ولذلك سئل الحسن البصري رحمة الله عليه، قالوا يا فقيه، قال يا هذا أين والفقه أنا؟ الفقيه هو الذي يخشى الله ويتقي. وين ربطها؟ بخشية الله والتقوى. يعني العلم الذي يولد عندك العمل مرضاة للرب سبحانه وتعالى،
على ما تعتقده هو الفقه. كان واضح عنده المعنى، هذا المعنى الثالث. الفقه هو اعتقاد الفكر أو اعتقاد العلم، وهو أكثر من صناعة الأحكام. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كبر مقتا عند الله لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شوف، تقولوا معناته أنت وصلت إلى فهم، لأن القول غير الكلام. القول غير الكلام. الكلام كلمة تخرج من فم ما تقصدها، لكن القول الكلمة التي تخرج وأنت تعنيها، أنت مقتنع بها، هذا القول. الخطاب ما يتلقاه الآخر منك ويفهمه على سبيل الإقناع. إن كلام وقول وخطاب. فهذا للتنبيه ذكرته، وإلا وسيأتي بفصل آخر. وذلك بأن يحصل في ذهن المكلف إيقان وثقة بالمطلوب الخبري أنه هو المراد عند الله، أنه هذا المطلوب الخبري، أنه هذا هو الله يريده. يصير عندك اعتقاد، سواء قطعي ولا ظني، محكم ولا متشابه. ما يغلب على ظنك أنه هذا حكم الله في المسألة، فهذا لازم يكون اعتقاد يفيد العمل. ولذلك يقول ابن سراقة: أي الفقه كما ينقل عنه الزركشي في البحر المحيط، يقول: الفقه هو اعتقاد العلم في العمل. هو اعتقاد العلم في العمل. شوف، هذا اختصرها 4 ألفاظ: اعتقاد العلم في العمل، 4 كلمات. وهذا شيء جميل جدا يعني. فلذلك، أو كما يقول الإمام الجويني في البرهان، يقول: الفقه هو المعرفة. شوف، قال المعرفة. والمعرفة ما هي؟ هي اعتقاد العلم. المعرفة هي اعتقاد العلم تصديقا أو تسليما، يسمى معرفة. لأن العلم 3: تصور ومعرفة ووهم. فالتصور ليس بعلم، لأنه لا إثبات ولا نفي. الوهم ليس مناسبا لمكان الحكم. الوهم، هذا الوهم. المعرفة هي الإتقان والإيقان، إثبات الحكم أو نفيه بإتقان وإيقان. بإتقان أنه أدركته تماما، وإيقان أنه مؤمن أن ما أدركته من نفي أو إثبات هو الحقيقة. هذا المعرفة. فلذلك الإمام الجويني عرفها: الفقه هو المعرفة بوجوب العمل عند قيام الظنون. هذا في البرهان. أما في الورقات يعرفها غير شكل، يقول: الفقه هو العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون. بالورقات غير بالبرهان. وهو كلاهما، لأن العلم الذي أراده بالورقات هو المعرفة وليس العلم بإطلاق. نعم. وعلى هذا فالفقه هو العلم بالمطلوب الخبري على أنه على قصد مراد الشارع بالاستنباط أو التلقي بالتعلم والفهم فيه، واعتقاد ما يجب منه في القول والعمل. الآن كثير من الناس يتعلمون الإسلام كمعلومات، ما يرجح، ما يتبنى للعمل. هذا ليس بفقه، حتى لو كان علامة زمان. هذا ليس الفقه. الفقه أن ترجح أحد الآراء لاعتقادك وللعمل به في المناسبة. هكذا يكون الإنسان فقيه على حسب ما مر بنا من تعريفات. نعم. وهو أيضا علم بالواجب فيهما عند قيام الظنون بالتسليم بيقين على حسب ما ترجح عند المكلف. ويلاحظ هنا أن الفقه بالمعنى اللغوي شامل كل فهم وتفطن وحذق لمعنى من المعاني المدركة بالفكر. هذا بالنسبة للغة يشمل من ابتداء التعليم إلى مختلف أنواع التعلم والإدراك، ومختلف مستويات التفكير السطحي الساذج أو العميق أو المستنير، أو العميق أو المستنير. فهو ملكة من ملكات
الفقه هنا بمعنى الفهم ملكة من ملكات العقل. ومن وجه آخر الفقه هو إدراك الصلة بالله تعالى بقصد التعبد. هذا من حيث اللغة. فقه عند المسلمين يعني أدرك محل العبادة وموضوعها، وتسليما بما يظهر أثره في حركتي العقل واللسان والقلب وحركتي اللسان والجوارح. من يباشر العمل تعتبره فقيه، وإن كان بسيطا يعني ليس عالما، هذا بالمعنى اللغوي، لأن مباشرة العمل تدل على العلم الذي جزم به ليمارسه تطبيقا، فهو فقيه، ولكن ليس بالفقيه بمعنى اصطلاحي، هذا بالمعنى اللغوي. أما الفقه بمعنى الاصطلاحي فهو معرفة طرائق التفكير في صناعة الأحكام وإدراك العلم بالمطلوب الخبري، وهو الذي يعرف بالاجتهاد. هذا موضوع يعني سنتناول قواعده، والترجيح من المحتملات بين الدلائل المتشابهات لما يؤدي إلى الإتقان في استخراج المعاني من أدلتها في الفهم، والفهم عند المجتهد أو المتعلم. أكو فرق بين الاثنين. والفقه من ناحية أخرى هو معرفة الأحكام الشرعية، هذا بالمعنى الاصطلاحي أيضا، التي طريقها الاجتهاد. زين، التي ليس طريقها الاجتهاد ماذا تكون؟ أليست فقها؟ قال هذه ما تحتاج، لأن هذه تدخل ضمن الأول اللغوي، هذه الفهم الطبيعي الذي لا يقبل التعدد المحكم، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا يقبل إلا هذا المعنى، ما يحتاج اجتهاد. في موضوع أصول الفقه نتكلم مثل إيش؟ يقول كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من لا شرط في صوم رمضان، هذه على مذهب الشافعية طبعا، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بالمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف. هذه مسائل خلافية يعني، بس جاب للمثال أنه هذه ضمن الفقه. والفقه على المعنى المطلوب في التعبد لله تعالى هو أشمل من ذلك، وهو العلم بالمطلوب الخبري والفهم فيه واعتقاده. العلم اعتقاد ما يجب منه في القول والعمل، هذا المعنى التعبدي، يعني ليس العمل فقط، يعني مثل العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والقضاء والقدر والتوكل والأجل والرزق وما إلى ذلك، هذا كله من الفقه، ولذلك يسموه الفقه الأكبر. وكالعلم بالرسالة وإلى آخره، هذا كان شائعا قبل اشتهار المصطلح، ولكن يبقى شائعا أنا في تقديري، لأن الفقه الأكبر والفقه الفكري والفقه العملي يعني ممكن، لكن هذا اصطلاح. نأتي إلى النقطة الأخيرة في موضوع هذا المحاضرة، وأما معنى علم أصول الفقه بالاعتبار اللقبي فإنه العلم بقواعد الأدلة الشرعية، هذا بمفهوم اللقبي الشرعية، متعلقاتها وضوابط المعرفة اللازمة من لسان العرب التي يستند إليها فكر المجتهد عند النظر والاستدلال. كل ما سنأخذه هو في هذا الإطار. والأمارات لاستنباط الأحكام واستخراج المعاني، وهي يتوصل بها المتعلم المثقف إلى صلاحية التلقي الفكري عن العلماء، فيتأهل بها المكلف للإيمان وجوبا. وصلت الفكرة إن شاء الله في التعريف إن شاء الله. وفيكم بارك الله، أرجو أني ما أطلت عليكم. جيد، الحمد لله. إذا أكو سؤال أو شيء تفضل. تفضل غريب، أستاذ غريب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، نعم، يعني من أي لغة أو اصطلاحا المفهوم؟ اللهم فقهه في الدين شمل الفقه بالمعنى اللغوي والاصطلاحي الاثنين. وعلمه التأويل يعني ما يترجح حين الاختلاف، لأن التأويل هو الفعل العمل وليس التفسير. ولذلك تقول سيدتنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في ركوعه وسجوده يقول سبحان الله. فالتأويل ما هو العمل،
ما مثل التفسير، تفسير المعاني. فلذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالخير، وهو الفقه في الدين عامة، الدين العقيدة والأحكام، لأن الدين هو العقيدة ومنه الشريعة. ولذلك ضاف لها وفقه في الدين وعلمه التأويل، التأويل في العمل في الشريعة. فلذلك نحن عندنا الدين والشريعة. الدين هو الاعتقادات، العقيدة، وشيء من الشريعة، ما كل الشريعة. مثلا معرفة هذا حلال وهذا حرام، هذا من الشريعة، من الدين، بمعنى الفكرة الإسلامية عقيدة ومعالجات. أما الشريعة فهنا العمل، التطبيق، وهو كل ما يتعلق بطرائق الإسلام في التنفيذ، كيف ننفذ الدين. فديننا دين شامل واسع، إنساني، عملي، واقعي، هذا ديننا. فكيف يكون هكذا؟ أنه ما تجد شيء إلا وله حكم في الإسلام. فقال اللهم فقهه في الدين، شمل العقيدة والرؤية للشريعة، وعلمه التأويل ما اختلف فيه عند التطبيق، لأن من الشريعة المحكم هو دين، المتشابه ايش يحتاج؟ إلى اجتهاد، ترجيحات. فقال علمه التأويل. تمام؟ والله أعلم. جزاك. بعد إخواني تفضل، بس اسمك. اسمي آمات. آمات. آمات نون جيم أخيرا. أمانج. نعم. أمانج. اسم كل شوي صعب. لا ما صعب. فيكم. الذي يجتهد أو يفتي بعض مرات بعض المسلمين يتهمون بأنه عقلاني أو ما أعرف شيء. يعني زين كيف نفرق بين هذا الحالتين؟ الاجتهاد هو الذي يجتهد بعقله أو برأيه. كل تفكير يستند إلى قواعد أصول الفقه هو ما اجتهاد شخصي، هو اجتهاد شرعي. ومن يخرج عن ضوابط علم أصول الفقه هذا اجتهاد عقلي. ولذلك أنه الذي يقول في القرآن برأيه وإن أصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأن قال برأيه ما وفق القواعد والضوابط، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه مسلم: من قال بالقرآن برأيه أو في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا لابد من الضوابط، ضوابط التي هي نفهم بها الكتاب والسنة، وليس الضوابط العقلية فقط، وإنما هناك ضوابط عملية فعلية. يعني أنه كيف نفهم الفرق بين القضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التشريع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الضوابط. يأتيني الخصمان فيكون أحدهما ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له، إنما أقتطع له قطعة من نار، وإنما أقضي على ما علمت منهما، ما وحي. ولكن هذا فيه جانب تطبيقي وفيه جانب تشريعي، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن قضاءه فيه وجه تطبيقي وفيه وجه دلالي. يعني من يحكم نعرف أنه حكم في المسألة الفلانية بكذا، هذا الوجه التشريعي. ولكن بالواقع نفسها حكمه يعني ما نقول اجتهاد، وإنما تطبيق للرسول صلى الله عليه وسلم، طبق الحكم على واقعه بوصف قاضيه. لأن القاضي لا يجتهد وإنما يطبق. نعم. إخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام، هذا تعريف القضاء. حين نقول القاضي من هو؟ نقول القاضي وظيفته الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام، هذا القضاء. أما المفتي الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل البيان، فرق. تمام؟ فهذه المعاني مع بساطتها أنتم تلاحظون الآن هناك فقط دقة فيها. هذا إيش تؤدي بنا؟ إلى استقامة، إلى أن نسير سيرا حثيثا نحو الهدى. تفضل. القاضي يجتهد في إنزال الحكم على الواقع،
يعني اكو فرق بين مثل المفتي واثنينهم يجتهدون، لكن يجتهدون في إنزال الحكم على واقعه وليس في استنباط الحكم. ولذلك الإمام القرافي إيش عنده كتاب الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام. هناك فرق بين الحكم والفتوى. الفتوى هي إنزال الحكم على الواقع، الحكم هو استنباط من دلالة النص. وجزاك الله. بعدك سؤال؟ إذا ماكو سؤال ما أعطلكم ولا أشغلكم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. جزاك